واحنا بنقول لك الخطيب لو ما ترشحش وهو حتى في البيت الناس هتنتخبه، حتى لو ما ترشحش على مقعد الرئيس الناس هتنتخبه من كتر حبها ليه. دي محبة من عند الله ما تفهمهاش انت. طبعا انتوا مستغربين ازاي واحد بيسيب الكرسي. انتوا عندكم بيمسكوا في الكراسي ويدغدغوها على دماغكم، انتوا عندكم بيمسكوا في الكراسي ويدغدغوها على دماغ بعضيهم عشان كل واحد عايز يقعد للابد. احنا ما عندناش كده. واحد مش عايز مجلس الاداره خلاص بيقول لك مش هكمل، شوفوا حد غيري اصلح وافيد للنادي الاهلي. راجل متواضع، راجل هو محبوب، وعشان كده الجمهور زعلان عليه من كتر محبته ليه. والاسامي اللي اتعرضت اللي هي تمسك رئيس بدل محمود الخطيب، سواء بقى لما قالوا احمد ابو هشيمه ده هيترشح، او محمود طاهر، او ياسين منصور، او طاهر ابو زيد، وناس تقول لك خالد مرتجي، وناس تقول لك ان في الوقت ده لازم سيد عبد الحفيظ يخش مجلس الاداره حتى لو عضو مجلس اداره او نائب رئيس، اللي هو في يوم من الايام نتمنى نشوفه رئيس نادي عشان حرقته وحبه وتمسكه ودفاعه عن النادي الاهلي. وناس كتيره جدا هتتجنن لو واحد زي سيد عبد الحفيظ مسك. واحنا بنقول لك من بعد ما قانون الرياضه حتى اشرف صبحي اتكلم فيه اللي هو الطبق باثر رجعي، والرئيس السيسي ما صدقش عليه غير اللي هو يتطبق من وقت نزوله او صدوره، فالخطيب ليه الحق اللي هو يترشح للدوره الثالثه عادي جدا. بس هو الراجل بيقول لك انا الضغوطات